بيقولوا إن الحرب خدعة، ونصر أكتوبر 73 اترتب على أكبر خطة خداع استراتيجية في التاريخ. الخطة رسمها الرئيس السادات وقام بيها جهاز المخابرات المصري، واللي اتخدع بيها هو العالم الخارجي والشعب المصري اللي جوه حدود الدولة. لكل نهاية بداية، وفي حكايات بدايتها نهاية. طب ما تيجي نشوف إيه الحكاية. لو انت فاكر ان حرب اكتوبر كانت حرب معدات وجيوش بس، تبقى غلطان، لان السبب الاول في انتصارنا في حرب اكتوبر كانت خطة الخداع الاستراتيجي اللي عملها السادات ونفذها جهاز المخابرات المصري. طب ايه هي خطة الخداع الاستراتيجي دي؟ الخداع الاستراتيجي في مفهومه البسيط هو مجموعة اجراءات متخطط لها كويس قوي علشان تخفي الحقائق، وكمان علشان تقدم حقائق مزيفة للعدو، يفهم منها ان الدولة اللي قصاده دي مش هتحارب وقدامها عشرات السنين علشان وضعها يسمح ليها بالحرب، لكن الحقيقة كانت غير كده خالص. وعشان نبدأ الحكاية من التوقيت الصح، هنبدأ من جنازة الرئيس عبد الناصر وتولية الرئيس السادات. مشهد الجنازة وخروج البلد كلها لوداع الرئيس عبد الناصر وكمان استقرار السادات على كرسي الحكم كان مقدمة لمجموعة إجراءات خطط لها السادات من اللحظة الأولى، وكان على جهاز مخابراته التنفيذ. بتتلخص الإجراءات دي في خلق وضع عام في كل مؤسسات الدولة بين إن المصريين مش عايزين الحرب وخايفين منها ومن تأثيراتها عليهم. وعشان نخلق الوضع ده من العدم وهو مش موجود، جمع الرئيس السادات عدد من مديرين جهاز المخابرات المصري القدام، وعين واحد منهم قائد للجيش، والتاني مدير للأمن القومي، والتالت رئيس للعمليات. وعلى كده في كل الأجهزة الكبيرة عين واحد من رجالة المخابرات القدام. كل واحد من دول بمجرد تعيينه بدأ يشتغل في موقعه على خطة الخداع. يعني مثلا الطبيعي إن الدبابات في حالة الحرب بتتنقل بالأطقم بتاعتها للجبهة، لكن في خطة الخداع اتنقلت ورش تصليح المعدات وبقى مكانها على الجبهة، واتحركت اطقم الدبابات جوه عربيات الجنود العادية، وبعد كده اتنقلت الدبابات كأنها رايحة لورش تتصلح، فما حدش أخد باله لنقل الدبابات. كمان اتوزعت بطول الجبهة هياكل خشب على شكل دبابات، وساعتها ضحك الإسرائيليين وقالوا شوف العبط، المصريين عايزين يخدعونا بدبابات خشب. لكن المضحك إنهم فعلا اتخدعوا بالدبابات الخشب، لأنها كانت مخبية جواها كل المعدات الحقيقية اللي استخدمناها في العبور. معدات العبور الحقيقية نفسها دخلت في لعبة التمويه، لأن الجيش اشترى كمية كبيرة جدا منها، ولما جه يخزنها راحوا رموها بمنتهى الإهمال في صحراء حلوان، وفضلت كده قدام عيون جواسيس إسرائيل، واللي وصلوا الرسالة بإن مصر مش هتحارب، مع إن كان في شحنة تانية من المعدات دي في طريقها للجبهة، لكنها جاية من طريق تاني خالص. الغريب بقى إن أسود المخابرات اتعمدوا يسيبوا جاسوس إسرائيلي هم عارفينه ومراقبينه كويس، ومع ذلك سابوه يروح ويجي على الجبهة ويجمع معلومات لإسرائيل. طبعاً المعلومات كانت كلها غلط رغم إنه شايفها بعينه، وده لأنه هو كمان كان جزء من خطة الخداع الاستراتيجي. الحقيقة في كل تفصيلة من تفاصيل خطة الخداع الاستراتيجي كان في مناطق معجزة في التفكير. يعني مثلا كان في موقع العمال المؤسسة المصرية لاستصلاح الأراضي، كل يوم كانت طيارات إسرائيل تعدي عليه وتشوف العمال وهم شغالين في قلب المية، وما جاش في دماغها أبدا أن العمال اللي شايفينهم دول عساكر مصريين، وإنهم بيتدربوا على عبور خط بارليف وقناة السويس. المفاجأة كمان مش في أن المخابرات دارت على كل شيء على أرضها بمنتهى الذكاء، لكنها دارت كل شيء في إيد الإسرائيليين وأعوانهم بنفس الذكاء برضه، وده ظهر بوضوح في تعاملهم مع عيون السماء أو أقمار التجسس الصناعية. يعني إيه الكلام ده؟ أولاً لازم نعرف إن الأقمار الصناعية دي بتدور في سمانا طول الوقت، بترصد وبتصور حركة النمل على الأرض، فإزاي كان هيحصل كل اللي حكينا عليه ده وأضعافه كمان من غير ما إسرائيل تشك ولو في عملية واحدة من العمليات دي؟ وكلمة السر كانت في الوصول لخريطة مسارات الأقمار الصناعية دي. طيب هي خريطة تحرك الأقمار الصناعية كانت هتعمل إيه إذا كان قمر بيسلم قمر طول الوقت؟ الحقيقة إن فرضية نجاح خطة تحرك كل القوافل دي من غير نسبة فشل كان بيعتمد على التحرك في أوقات معينة وفي طرق محددة. لكن إزاي هنجيب خريطة مسارات الأقمار الصناعية علشان نظبط الأوقات دي؟ هو الحقيقة السؤال وقتها ما اتسألش كده، هو كان مجرد جملة قصيرة قالها الرئيس السادات لرئيس المخابرات، وبتقول الجملة: أنا عايز خريطة مسارات الأقمار الصناعية وبسرعة. وفي خلال أسبوعين كان عند الإدارة السياسية تصور كامل للطريقة اللي بتشغل بيها الأقمار دي، وهي إنها بتصور نقط معينة على طول مسارها وبتبعتها للدول صاحبة الأقمار، والدولة دي بتحلل الصور عندها وبتبعت لإسرائيل أي صور تخصها، وعن طريق خبراء الأرصاد الجوية بتقدر إسرائيل تحللها وتستنتج منها المعلومات. وبالوصول للنتيجة دي كان قدام جهاز المخابرات حل من اتنين: يا إما زرع عميل جوه مركز استقبال المعلومات في الدول صاحبة الأقمار، أو تجنيد عميل من خبراء الأرصاد في إسرائيل، وكان الاختيار التاني هو الأنسب، وبيه بدأت عملية عيون السماء.
وبسرعة قام بالعملية ضابط مصري في جهاز المخابرات، وده اللي ابتدى يجمع كل المعلومات الممكنة عن خبراء الأرصاد الجوية اللي شغالين في المرصد الإسرائيلي. وبعد ما جمع المعلومات اللي عايزها ابتدى يفلترهم بحسب اللي بيشتغلوا في قراية صور الأقمار الصناعية. وفي خلال يومين من جمع المعلومات وفلترتهم كان قدام الضابط المصري اسم عمير المقترح تجنيده، وهو شاب بولندي مهاجر مع أسرته لإسرائيل واسمه زلفي. أما عن نقطة ضعفه فهي إنه شغله في المرصد ما كانش متناسب مع مؤهلاته والدكتوراه اللي أخدها. مش بس كده، الشاب كان بيشتكي من اضطهاد رئيسه، ده غير انه بقاله سنين لا ترقى ولا صرفوا له علاوه، ده غير انهم حاطينه في مكان اقل بكتير من امكانياته. يعني في النهايه كان زلفي عنده احساس بالظلم والاضطهاد، وده اللي خلاه في مرمى شباك المخابرات المصريه. وقد كان بدا زلفي يبيع المعلومات للمخابرات المصريه، والحقيقه ما تقدرش تفسر هو كان بيبيع المعلومات علشان ينتقم من رؤسائه ولا كان عايز يجيب فلوس وخلاص. وصلت المخابرات المصرية لزلفي إن مصر عايزة تعرف المعلومات اللي بتوصل إسرائيل عنها، وفعلاً بدأ زلفي يبعت المعلومات المهمة، منها معلومات عن كل القادة الإسرائيليين اللي بيتعاملوا مع المرصد. كمان بدأ يبعت ملخصات عن الصور اللي بتيجي من الأقمار الصناعية، لكنها ما كانتش كافية، وعلشان كده سافر له الضابط المصري واتقابلوا في دولة أوروبية، وهناك طلب منه إنه يبعت الصور الأصلية بدل ما يبعت الملخص. الحقيقة إن العميل خاف وقال للضابط إن دي مخاطرة كبيرة، فالضابط رد عليه وقال له طيب بلاش تبعت الصور، ابعت أرقامها وتوقيتاتها بس. بعد اللقاء الأخير لضابط المخابرات المصري مع العميل زلفي اكتملت العملية، وعن طريق المعلومات اللي كان بيبعتها زلفي بطريقة متواصلة قدر الخبراء المصريين يعيدوا تركيب الصور ودراستها وتحديد توقيتاتها، وطبعا رسم الجدول الزمني لمسارات الأقمار الصناعية. وبناء على الجدول اللي اتحط قدام الرئيس السادات في يوليو 73 قدرت القيادات المصرية تنفذ جدول زمني لتحركات قواتها ونقل معداتها وتحديد الأماكن اللي هتقف فيها والمسارات اللي هتتحرك فيها، وبدأ التحرك في اتجاه النصر. نرجع بقى لخطة الخداع الاستراتيجي واللي اتنفذت هنا كمان، وبدأ التحرك بأعداد قليلة على طرق محددة، ودي الصور اللي وصلت لإسرائيل عن طريق الأقمار الصناعية. أما الصور اللي ما وصلتش فدي اللي فيها أعداد كبيرة من الجنود والمعدات بتتحرك في طرق مختلفة وفي أوقات مختلفة تماما. وفجأة شبت النار في القناة من غير أي مقدمات، وتفاجئ الإسرائيليين بأن المصريين بقى عندهم جوه تحصيناتهم، وأن العيون اللي زرعوها في السماء اتعامت بفعل فاعل قدر يخدع أكبر دول العالم في خطة استراتيجية بتدرس للقادة العسكريين في كل دول العالم لحد النهاردة. وبكده النهاردة بنكون خلصنا قصة عملية عين السماء. في نهاية حلقتنا النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتسيبوا آرائكم في الكومنتات.